الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم على شيء شائع جدا ناس كتير بتسألنا. ابني بلع بلية، عملة معدنية، بلع زهرة بيتلعب بيها اللي هو طاولة وكده، السلم والتعبان والحاجات دي. نعمل ايه؟ طبعا بما ان انا بشوف العيل لو هو غابة معاها، يعني العيل الحمد لله هادي وكويس، يبقى الحمد لله الموضوع دخل في الجهاز الهضمي وكده انا بطمن خالص، مبقاش قلقان. لكن لا قدر الله لو حصل لقيت العيل قاعد يكح ونفسه مش منتظم ومزرق والكلام ده لازم يبقى دخل في ناحية الجهاز التنفسي، لازم يروح فورا على طوارئ، يدخل طوارئ في أي مستشفى، ولازم يتعمل له عملية، يتشال بالمنظار، لأنه ممكن يعمل اختناق ويعمل مصايب. فهو طبعا الحاجة دي لما تتبلع ليها سكة بنسبة 80% هتنزل فيها، اللي هي سكة المعدة لو احنا بنبلع أي أكل أو شرب عادي، وبنسبة 20% بقى ممكن تنزل تحود ناحية الجهاز التنفسي، ودي اللي هتبقى فيها خطورة شديدة. طيب طبعا لو فيها خطورة شديدة لازم بتحاول تدخل عمليات على طول، لازم يتشال بمنظار. طب لو في سكة الجهاز الهضمي دي بتبقى الواحد يتابع، بنقول الأب والأم ما تقلقوش خالص، ممكن نعمل إشاعة نوريها لهم في الجهاز الهضمي موجودة فين، وبنقول لهم يتابعوا براز العيل خلال أسبوع، هيكون نزل الحاجة دي جوه في أثناء التبرز. وبيبقى طيب في أكلات ممكن تسرع حركة المعدة عشان تنزل بدري؟ طبعا الحاجات الملينات، الفاكهة والعصاير والخضار والموز، كان زمان يقولوا كل قطن، طبعا الكلام ده خلاص اتلغى. زي ما قلنا الفاكهة كلها بأنواعها المختلفة، وكده كده هي ان شاء الله خلال اسبوع بالكتير بكتير يعني هيكون نزلت في البراز طالما في سكه الجهاز الهضمي. اتمنى ان الجميع صحه جيده. السلام عليكم ورحمه الله.